تعز الاقتصاد، تعز الثقافة، تعز الأدب. أنا إذا تحدثت عن تعز لن أتحدث عن تعز بإعجاب، لأننا موطني الانتخابي الأول وهي الدائرة 33، دائرتي الانتخابية 33. لن أنسى أي الأخوة لن أنسى تلك المسيرة الحافلة والرائعة الذي قادها أبناء محافظة تعز، اتجهوا بها في عام 1978 إلى العاصمة صنعاء ليرشحوا ضابطا في القوات المسلحة الرائد علي عبد الله صالح لرئاسة الجمهورية. ليرشحون ضابطا في القوات المسلحة اسمه الرائد علي عبد الله صالح لشغل منصب رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت العصيب والصعب الذي كان يحمل كل شخص راسه على الأكف. وحاولنا مع قيادات سياسية أن تتحمل هذه المسؤولية ورفضتها تماما. تفضلوا اشغلوا هذا المنصب، أنتم الأقدر والأكبر، أكثر ثقافة وأكثر عقلا وأكبر سنا، اشغلوا هذا المنصب. رفضوا كل القيادات ورفضوا. وجاءت الأقدار أن نتحمل هذه المسؤولية، وفصلنا الكفن وحفرنا القبر وقلنا على بركة الله. فصلنا الكفن وحفرنا القبر وقلنا على بركة الله سنضحي من أجل هذا الوطن، لا من أجل منصب ولا من أجل جاه ولا من أجل مال مدنس.